كان الحديث قبل قليل عن مواجهة المغرب والتي تحدث عنها كابتن حاتم طرابلسي بشكل مفصل أيضا عن ما حدث لمنتخب المغرب. وكلنا نعلم عماد بأن المغرب كانت في التصنيف الدولي للفيفا 95 عام 2010، ومن ثم قبل 5 أو 6 سنوات تقريبا من الآن كانت في الأربعينات. اليوم في هذه البطولة هي ما بين الخامس السادس، الخامس السادس، تصعد مرتبة تنزل مرتبة، تصعد مرتبة وتنزل أخرى. كل ذلك بالتأكيد بفضل العديد بعد الله العديد من العوامل التي ساهمت بالنسبة لمنتخب المغرب. أكاديمية محمد السادس رقم 1، رقم 2 وجود أيضا اللاعبين المغاربة أيضا المتواجدين في أوروبا، 3 رغبة وطموح اللاعب المغربي بأن يصل إلى أبعد نقطة في كرة القدم. ولما لا يحققوا بطولة كأس العالم؟ لأن عندهم كل الإمكانيات والأدوات. اليابان في فترة سابقة قالت أيضا عن طريق أحد مسؤولي رئيس الاتحاد الياباني بأن هدفنا كأس العالم. هذا الكلام كان قبل تقريبا 15 سنة، في عام 2050 هم هدفهم أن يحصلوا على كأس العالم 2050. المغرب اليوم تسير بخطى ثابتة مميزة وكبيرة أيضا. المغرب طارق حاليا مثال يحتذى به يعني على مستوى العالم، يعني في الاهتمام على مستوى المراحل السنية، في العمل الكبير اللي قاعدين نشوفه في الكرة المغربية. فالمغرب بدايتها كانت يعني كأول بروز وظهور كانت في 2022 لما وصلت الرابع. حاليا هي كانت الثامن، حاليا السادس في التصنيف على مستوى العالم. تطور كبير وملحوظ. شفنا الركراكي مع المنتخب ايش عمل من نتائج ايجابيه، وكملها المدرب محمد وهيبي يعني وهبي بصراحه يعني كمل على نفس الثبات اللي قاعدين نشوفه حاليا في هذه البطوله. فاعتقد هذا اكيد ان نتاج عمل كبير. اليوم ذكرت انت نقطه مهمه، هي ان اللاعبين حاليا اللي قاعدين نشوفهم حاليا هذول كلهم يلعبوا في اوروبا. المجموعة الكبيرة والكم الهائل من اللاعبين المغاربة في أوروبا أكيد هذا ينعكس إيجابيا على المستوى المنتخب. فهذا شيء جيد بالنسبة للكرة المغربية. هناك في خطة واضحة من قبل المسؤولين في الرياضة المغربية، في هدف. اليوم احنا وصلنا للمستوى الرابع على مستوى كأس العالم 2022، فأكيد أن الهدف أكيد هو الثبات على النتائج الإيجابية والتطور المستوى من بطولة لبطولة، من مباراة لمباراة. هذا هو الهدف الرئيسي. صحيح. أول كان وصلوا للمستوى الرابع على مستوى العالم، وأكيد أن الهدف أنهم يوصلوا أفضل من المستوى الرابع على بطولة كأس العالم. ممتاز. فأنا أشوف شيء إيجابي هذا الشيء. يستحق منتخب المغرب كل هذا الثناء والطرح، ونتمنى أيضا بأن نصل إلى نقاط بعيدة أيضا من خلال هذه البطولة. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نذكركم بالمنتخبات المتأهلة إلى دور 32 حتى هذه اللحظة، بانتظار مجموعة من المباريات التي سوف تلعب يوم غد وبعد الغد، حيث المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا والنرويج، بالإضافة إلى كولومبيا وكندا وسويسرا والبرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا. أهلا بحضراتكم من جديد. الدول التي تستضيف نهائيات كأس العالم وهي 3، أمريكا وكندا والمكسيك، كل هذه المنتخبات قد ذهبت إلى دور 32 حتى هذه اللحظة. بما أن تيسير أيضا قد تحدث في نهاية حديث عن منتخب المغرب اللي انتصر ب4 أهداف مقابل هدفين في هذه المباراة. المباراة كانت مثيرة وبشكل كبير جدا، والكل يشيد بمستوى منتخب المغرب حاتم من قبل بداية البطولة، من نهاية كأس العالم 2022 وحتى اليوم. هو من حق الناس أن تشيد بالمغرب لأنها تستحق حقيقة للمستوى الذي وصلت إليه. بداية المباراة أكيد أنه محمد وهبي قام ببعض التغييرات، بداية لم تكن موفقة، يعني استطاع هايتي أن يسجل هدف ثم عاد المغرب سجل أهداف حقيقة جميلة. السيباري اللي يمر معنا أعتقد أنه كلاعب أفريقي أعتقد أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات، وهذا يحسب له. كذلك حكيمي الظهير الطائر اللي متألق حقيقة سجل هدف تعادل، ثم السيباري عدل هدف ثاني وسجل 4 أهداف. لكن نتمنى أنه لا يصل كثير من المديح إلى المنتخب، إلى معسكر المنتخب، وأن يكون غالق على نفسه ولا يهتم بما يقال وما يدار حول المنتخب المغربي، لأنه لابد أن المنتخب المغربي أن لا يقع في فخ، بمعنى أنه أكيد نحن نؤمن أن المغرب قادر أن يذهب بعيدا، لكن لابد أن على اللاعبين وأكيد أن المدرب أتوقع أن يوصلوا إلى مستوى خبرة، وكذلك لاعبين على مستوى عالي وينشطون في أعلى مستوى على المستوى الدوريات الأوروبية، عندهم من الخبرة الكافية بأن يكونوا متوازنين في عملية التعامل مع كم المديح، لأنه هذا كم المديح قادر أن ينقلب في ليلة وضحاها، قادر أن ينقلب في مباراة إذا لم يصل المنتخب المغربي إلى أقل شيء إلى نصف نهائي، لأنه أصبح الوصول إلى الدور 32 وربع نهائي بالنسبة لإمكانية المغرب شيء عادي جدا. وأنا ما أعجبني بعد مباراة البرازيل وبعد مباراة اسكتلندا أنه لا تشعر بالفرحة في المغرب. هذا مهم جدا، لا تشعر بفرحة الانتصار، لأنه هذا من حصيل الحاصل أنه أنا انتصرت تعادلت مع البرازيل، بل بالعكس يشعرون بالحصر لماذا لم ينتصروا على البرازيل. وهذا مهم، هذه عقلية مهمة جدا. صحيح. أن تدخل في عقليتك أني أصبح أنا ألعب مع المنتخب الكبير ند بند،
هذه المنتخبات التي ودعت البطولة رسميا حتى هذه اللحظة، حيث هايتي، تركيا، تونس أيضا، ومنتخب الأردن، بالإضافة إلى بنما، قطر وتشيكيا. ودعونا نمر معكم لما حدث في المواجهة الأخرى عندما انتصر منتخب جنوب أفريقيا بواحد مقابل لا شيء أمام كوريا الجنوبية، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل، إلا أن لعبة الكراسي بشكل كبير عماد هي من جعلت جنوب أفريقيا تتأهل واحد مقابل لا شيء، مع أداء ضعيف لجنوب أفريقيا بالبطولة بشكل عام. والله مفاجأة المجموعة طارق، يعني سجل الهدف اللي هو اللاعب ماسيكو، هدف الفوز في مباراة اليوم، لكن الفريق جنوب افريقيا هو الحلقة الأضعف فنيا في هذه البطولة، ولكن دائما تكسب العبة، يلعب باسلوب دفاعي. اعتقد انه مفاجاه كبيره في هذه المباراه. المنتخب الكوري ظهر بشكل متواضع رغم الاسماء الموجوده المحترفه في اوروبا مثل سون وكانغ ان لي وهوانغ، هذا لاعبين لعبوا في اوروبا، المفروض تكون لهم رده فعل، المستوى الفني يكون افضل من المستوى اللي شاهدناه في مباراه اليوم، ولكن اعتقد ان السوء تراجع كبير خاصه سون طارق. صحيح، احنا دائما ندخل في نقاشات اثناء الدوريات الاوروبيه اثناء السيزون الموسم مع حاتم طرابلسي بين المقارنه بين كره القدم الاسيويه والافريقيه، واحنا دائما نقول انه المنجزات الاسيويه كبيره ومميزه وعندنا كره القدم متطوره بشكل اسرع، وهو دائما يقول لا، كره القدم الافريقيه مهما عملت اسيا الا ان تبقى قيمة كرة القدم الأفريقية بالرغم من الشح المالي وتواضع الإمكانيات والظروف الصعبة التي تعيشها قارة أفريقيا، إلا أنها هي كرة قدم موهوبة ومميزة وهي من تتفوق على آسيا. طبعا أكيد هذا مش مثال اللي حصل اليوم، بس أكيد واضح بأن كوريا يعني كانت هي مفترض أن تتأهل، لكن جاءت جنوب أفريقيا وأخذت المقعد. أنا أتكلم بشكل عام أولا، ليست على مباراة. لما أتكلم على أفريقيا أتكلم على المواهب الموجودة في القارة بشكل عام. منجم مواهب أكيد يكفي، معنا جورجيا سابقا البالون دور، نتكلم اليوم على محمد صلاح، على محرز العديد من النجوم. صحيح. اللي مروا، رابح ماجر معنا في السابق، نتكلم على نجوم كبار 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 جدا جدا في العالم، ولذلك ليتو لدروغبا لنجوم كبار وتأثيرهم في أفريقيا دائما تصدر اللاعبين. أكيد نتكلم على البنية التحتية، آسيا تتفوق، آسيا لديها ملعب أفضل، آسيا لديها بنية تحتية أفضل بكثير. اليوم الفقر الموجود في أفريقيا فقر يعني في عديد من البلدان فقر مدقع، وهذا ليس يمكن شيء يكون سلبي. بعض الأحيان الفقر يكون عامل من أجل أنك تعمل، من أجل التطور، من أجل أنك تنجح، وهذا ما يجعل يمكن الفرق ما بين لو أخذ ما بين لاعبين الخليج ولاعبين الأفريقيين الأفارقة مثلا، اللاعب الخليجي بشكل عام مدلل في بلده فلا يحتاج الى الذهاب الى اوروبا. هذا واقع نتكلم هنا الانديه لا، هو نتكلم بشكل عام اليوم. انتوا الاثنين مدللين بشكل عام، لانه اللاعب الخليجي لم يلعب في